السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في افضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل النهاردة مع بعض وصفة لذيذة جدا وموفرة جدا والطعم خطير. لايك وشير للفيديو الجميل خالص ده، ونسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا الجميلة. ومعايا في البولة بتاعتي، وزي ما احنا ما شايفين سوا، البولة بتكون جافة ونضيفة تماما من اي مية. ومعايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة فيها نسبة بسيطة من الدسم، مش عايزين كتير من الدسم يا بنات. وهنزل عليهم ببصلاية مبشورة. البصلاية بحالها زي ما هي على بعضها، يعني مش صفتها خالص. لو البصل اللي انت بتستخدميه بصل جديد يبقى خلاص تقدري تشيلي المية الزيادة، لانه بيكون بينزل كمية مية كبيرة جدا. ومعايا معلقة كبيرة من التوم المفروم، وده التوم الفروزن اللي احنا مفرزينه سوا. وهنا بقى المكون الجميل جدا، معلقتين كبار من البرغل، معلقتين كبار هرميين. البرغل ده طبعا غني عن التعريف، اللي استخدمناه مع بعض قبل كده في كفتة البرغل الموفرة تحفة جدا. وبرغل الضحى لا يعلى عليه. طبعا لو احنا بنستخدم البرغل السايب لازم ننضفه كويس جدا، لانه بيكون فيه بعض من الزلط والشوائب، فلازم ننضفه كويس خالص. البرغل ده نقعته قد ايه؟ نقعته 10 دقايق في ميه سخنه. ومعايا كمان بقسماط ناعم مطحون، النوع ده كويس جدا ما شاء الله، والبقسماط لونه فاتح وحلو خالص. معايا ربع كوب من البقسماط الناعم المطحون. ومعايا كيس من الفيجيتار البارد. لو بتستخدمي السايب استخدمي معلقتين من الفيجيتار، بيدي نكهة حلوة جدا والطعم بيكون ما شاء الله ممتاز زي ما شايفين مع بعض، علشان نحصل على احلى عرق لحمة بجد طعمه من الاخر. والبيكنج باودر معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وده طبعا علشان يدينا الهشاشة الجميلة، وكمان علشان ما يخليش معانا العرق يكش. ومعلقة كبيرة من النشا ما نستغناش عنها خالص. وللتوابل معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من السبع بهارات او بهار اللحمة، والبابريكا ومرق الدجاج الفورية، ونص معلقة من الفلفل الاسمر. تقدروا تستغنوا عن مرق الدجاج الفورية مفيش مشكلة خالص، بس هي بجد بتدي طعم حلو قوي. وهنا هبدأ ان انا اخلط المكونات كلها مع بعض لحد ما يكون معايا عجينة متماسكة كويسة جدا، عبارة عن خيوط، وهنشوفها سوا مع بعض بإذن الله. بجد ما شاء الله مكونات حلوة قوي. وكمان ما تستغنوش عن اي نوع من المكونات اللي احنا ضفناها، كل حاجة عاملة ربط وعاملة طعم وضيفة اضافة رائعة يا جماعة. وهنا تمام معايا وخلصتها بالشكل ده. عايزه اقول لكم تقدروا تحطوها في الكبه وتفرموها كويس جدا، لو هيبقى صعب عليكم ان انتوا تعملوها بايديكم مفيش مشكله تماما، لكن المهم معايا ان هي توصل للمرحله دي وتعمل معايا خيوط بالشكل ده. تمام. هنا معايا ورقه زبده ودهناها دهنه خفيفه من الزيت، وهعمل معاكم طريقتين لعرق اللحمه علشان اعرفكم انهي طريقه الاحسن كمان. وهنا ايديا بس يعني بلتها بشويه من الزيت علشان اقدر ان انا استخدم العجينه، لانها بتلزق جدا. فببدا ان انا افردها بالشكل ده، بخليها يعني مظبوطه معايا. تمام زي ما احنا ما شايفين مع بعض، بظبطها على ورق الزبده بالشكل ده. يعني من نص كيلو لحمه مفرومه بنعمل كميه ما شاء الله هايله. وابدا هنا ان انا الفها، يعني الف رول كده بالشكل ده. هنا بقى عايزه اقول لكم ورقه الزبده بتاعتي ما كانتش مدهونه بالزيت ماده كافيه يعني، او الكميه الكافيه، فعلشان كده بصمت شويه معايا اللحمه في ورق الزبده. لكن لما بندهنها كويس جدا، وهنشوف مع بعض دلوقتي، بتختلف شويه في الشكل. لكن ما شاء الله شايفين مع بعض العرق بتاعنا عامل ازاي، متماسك محتفظ بنفسه تماما، مفيهوش اي فواصل خالص. لازم اضغط عليه كويس جدا علشان خاطر يتماسك معايا بالشكل ده. وطبعا بقفل عليه كويس جدا بالورق الزبده ومن الاحرف. الضغطه دي مهمه جدا، لان لو انت ما ضغطتش عليه كويس خالص هيفتح معاكي وقت التسويه. تمام. ومعايا كمان هجيب ورق سلوفان او سيلفر علشان نبدا ان احنا كمان نحط عليه القطعه بتاعتنا من العرق اللحمه بالشكل ده. بس اهم حاجه يكون فيه الورق الزبده، لان ما ينفعش خالص نستخدم الاكل بتاعنا على الورق السلوفان على طول، لانه مش صحي تماما. فورق الزبده بيكون عازل ما بين اللحمه بتاعتنا او الاكل بتاعنا وما بين الورق السلوفان او السيلفر. ولفته بالشكل ده، يكون معايا قطعه واحده متماسكه، ملفوف كويس جدا مضغوط خالص علشان يبقى مظبوط. ومعايا الصينيه الالومنيوم بتاعتنا المستطيله المتوفره عندنا في كل بيت وعليها شبكه. تقدري تستخدمي اي شبكه متوفره عندك مفيش مشكله تماما. وهنا بقى بكوبايه من الميه، وهحط عليها شويه من الخل. هتقولوا لي ليه ميه وخل؟ الميه بتطلع البخار بتاعها وقت التسويه، كانك بتسوي اللحمه بتاعتك على البخار، حاجه ممتازه جدا. والخل علشان خاطر الصينيه بتاعتنا الومنيوم ما تتاكسدش مننا، ما تغمقش، وتبقى مظبوطه وتمام معانا. والميه سيان، حابين تحطوها مغليه او تحطوها بارده مفيش مشكله تماما. ومعايا هنا بقى ندخلها الفرن على درجه حراره قد ايه؟ على درجه حراره اول نص ساعه
درجة حرارة 200 أعلى حاجة عندك في الفرن. بعد نص ساعة بتبدأي تهدي النار للوسط، يعني على درجة حرارة 180، وتسيبيها كمان ساعة إلا ربع. بالظبط أخد معايا في الفرن ساعة إلا ربع، بيبقى ما شاء الله مظبوط معايا وتمام. وكمان زي ما احنا ما شايفين مش بيحتاج كمان ياخد لون خالص، ما شاء الله هو ممتاز جدا ومتماسك تماما والطعم خطير. عايزه اقول لكم بقى ده كده كان تمام جدا، ولكن مش لحقت خالص اني اقطعه معاكم، ف هنعمل واحد كمان وهنقطعه سوا باذن الله. وهنا معايا العرق التاني زي ما بقول لكم، شايفين بقى هنا ورق الزبده ما بصمش فيه اي لحمه تماما، وده لاني كنت دهنت فيه زيت كويس جدا، فبقى معايا بالشكل ده. ده الفرق ما بين الاتنين في عرق اللحمه. حبيت ان انا اوريلكم التاني كمان يا حبايبي علشان تكونوا شايفين الفرق ما بين لما بيكون ورق الزبده مدهون كويس ولما بيكون مش مدهون كويس. وطبعا بنضغط عليه كويس جدا زي ما شايفين مع بعض، ما شاء الله متماسك وتحفه جدا. وللتسوية بتاخد معايا في الفرن ساعة وربع، مش ساعة إلا ربع يا حبايبي، تمام؟ ساعة وربع في الفرن بيبقى مظبوط وتمام معانا. أول نص ساعة على درجة حرارة أعلى حاجة عندك في الفرن، وبعد كده بنهدي الحرارة للوسط. ما شاء الله مظبوط وتمام جدا بيطلع من الفرن. طبعا يفضل ان احنا نشيل من عليه الورق السلوفان ونشيل من عليه، لكن انا الصراحه دخلته التلاجة كده وسبته زي ما هو. عايزه اقول لكم بتقدروا بعد ساعتين 2 انكم تقطعوا منه، بيكون متماسك وكويس جدا، ولكن الصراحه كان عندي ظروف فانا سبته لتاني يوم. وهنا بنشيل من عليه الورق الزبده وبنشيل من عليه الورق السلوفان، وببدا ان انا شايفين ما شاء الله العرق بتاعنا متماسك وجميل جدا. يعني عايزه اقول لكم بقى لما نعمل حاجه زي كده في اي عزومه او اي حاجه بجد موفره وحلوه جدا. هنا انا اخدته واديته تشويحه على البوتاجاز في الطاسه فيها شويه من الزيت او السمنه زي ما انت محبه، وتقدري تشغلي له الشوايه مجرد ما يخلص من الفرن ويبقى تمام، تشيلي من عليه الورق السلوفان وتبداي ان انت تخليه ياخد معاكي لون كويس جدا. ولكن هو ما شاء الله زي ما احنا ما شايفين كان كويس خالص، لكن علشان انا قعدته لتاني يوم فحبيت ان انا اخليه يبقى جميل معايا وكمان ياخد لون حلو جدا وكمان ياخد التشويحه المحترمه دي. بجد ممتاز جدا يا جماعه. يمكن هنا علشان انا مش عارفه اقطع كويس لانه في الاتجاه العكسي بتاع ايدي، فمش مالكه كويس اني اقطع يعني القطعه بتاعتي. فزي ما احنا ما شايفين بقى، بس عايزه اقول لكم جربوه مش هتندموا ابدا، بالعكس حلو جدا طعمه خطير. تقدروا تقول عليه كل حاجه، كفته تقدروا تقول عليه كل حاجه ما شاء الله، غير ان هو موفر جدا. فبألف هنا وشفا يا رب، وتسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا اللهم امين. وفي طبق التقديم بتاعي بقى شويه من الخس الكابوتشا كده، وزي ما انت محبه بقى اي نوع من انواع الخضره من الطبيعه الجميله تخلي الطبق معاكي كده حاجه جميله جدا. بألف هنا وشفا، جربوها يعجبكم جدا بإذن الله. موفرة وجميلة. عملنا مع بعض قبل كده كفتة البرغل برضو كانت موفرة وجميلة جدا جدا. كمان عملنا الكفتة بتاعتنا الجميلة بطريقة حلوة، وإن شاء الله هسيب لكم كل فيديوهات اللحوم على الفيديو وتظهر معاكم ان شاء الله في علامه الاي، وكمان اسيبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو كلمه المزيد اضغطوا عليها هيظهر معاكم صندوق الوصف. اتمنى يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وتجربوها ان شاء الله ويعجبكم. منتظره تعليقاتكم الجميله وكومنتاتكم اللي دايما بتسعدني وتفرحني. ربنا يفرح قلبكم يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. شايفين بقى هنا متماسكه وجميله جدا، متماسكه يعني، والطعم حكايه. جربوا بنفسكم وان شاء الله هتحكموا باحلى نتيجه باذن الله. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل، ولو بتشوفوا قناتي لاول مره يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد قبل اي حد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنسونيش حبايبي باللايك والاشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس على الكل، والسلام عليكم.